مساء الورد عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. رجعت وياكم بمقطع جديد، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وإن شاء الله يعجبكم المقطع. اليوم حبيت أشارككم بمرقة الشجر. أكل بعض ما يحب المرقة الشجر، بس أنا من النوع اللي أحبه. في اليوم حبيت أسويها على طريقة ماما، علمتني شلون أسوي مرقة الشجر، راح أطبخها وياكم لأول مرة. تابعوا المقطع للأخير ولا تنسون اللايك حبايبي. هنا أنا من قطعت اللحم وكملت راح أضيف الماء على اللحم وأخليه يسلق لحد ما يذوب عندي، وأغطيه وأرجع أشوفه حد ما يذوب عندي. وهنا أنا طبعا حضرت جدر وراح أضيف بيه الحمص مجروش وراح أسلقه. وهنا أنا راح أغسله عدل على مود أضيف له الماي الحار على مود ينسلق عندي بسرعة وما يتأخر. وطبعا هنا أنا راح أقشر الشجر وياكم بهاي الطريقة. وهنا أنا من بعد ما كملت تقشير الشجر وكملت راح أقطع الشجر بهذا الشكل. وهنا أنا طبعا غسلته بالماي وراح أتركه، ومن بعدها راح أخذ الجدر وأقطع بيه البصل أو أقص البصل بيه وأحمسه. من بعد ما صار عندي البصل بهذا الشكل راح أضيف الشجر وأحمسه ويا البصل، ومن بعده راح أضيف اللحم على الشجر هم على مود همين أحمسه وياهم. طبعا هنا أنا راح أحضر وياكم الطماطة، راح أخلطها بالخلاطة وحبيت همين أشارككم.
وهنا من بعد ما ذاب عندي الشجر راح أضيف الحمص عليه وراح أحمسه شوية. ومن بعد ما قلبت المواد كلها سوية راح أضيف الطماطة على المواد مالت المرقة. وهنا طبعا راح أضيف ملعقتين من معجون الطماطة وراح أخليها تحمس ويطلع دهنها على قولتهم، ومن بعدها راح أمرقها. وهنا من بعد ما غلت عندي وحمس وطلع زيتها انحمست وطلع الزيت مالتها راح ضفت قليل من الماء وضفت هم ملعقتين من الملح عليها وراح أخليها تستوي على راحتها، ومن بعدها نحضر الأكل. وطبعا هنا كملت الأكل وسلامكم العافية، كلش طيبة طلعت. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وراح أضيف لكم الانستا والتيك توك، لا تنسون ما تضيفوني، وباي باي.